أهلا بكم، أتمنى تكونوا بخير. النهاردة معنا فيلم جديد وهو فيلم الأمنية، وهو فيلم كرتون عائلي. قصتنا بتبدأ في مملكة روساس التي أسسها الملك ماجنيفيكو وزوجته الملكة أمايا. وبعد دراسة السحر والشعوذة يكتسب الملك القدرة على تحقيق أمنيات رعاياه، وعندما يبلغ كل مواطن 18 عاما تقام مراسم يتخلون فيها عن أمنياتهم العظيمة للملك، الذي يحتفظ بها مختومة في مرصده حتى يتمكن من تحقيقها. ومرة واحدة في الشهر يختار الملك واحدة من أمنيات السكان لتحقيقها أمام المدينة. آشا وهي البطلة. آشا البالغة من العمر 17 عاما تستعد لإجراء مقابلة للحصول على وظيفة متدربة لدى الملك في يوم عيد ميلاد جدها 100، وهو أيضا يوم إقامة حفل منح الأماني، وتأمل أن يمنح الملك أمنية جدها تخليدا لذكراه. وتبدأ المقابلة بشكل جيد. في البداية يعبر الملك وآشا عن رغبتهما المشتركة في حماية أمنيات المدينة، ومع ذلك عندما تطلب آشا تحقيق أمنية جدها يرفض الملك، ويتضح أن الملك لا يمنح سوى عدد قليل من الأمنيات المختارة، وأنه يمحو ذكريات أمنيات كل مواطن عندما يتم تقديمها، ولا ينوي أبدا إرجاع العديد من الأمنيات غير المحققة لأصحابها. وهذا يجعل السكان مطيعين وخالين من الطموحات، بالتالي يعتمدون على الملك. فتنزعج آشا من هذا الأمر، مما يجعل الملك عدوانيا تجاهها. وفي حفل منح الأماني مساء ذلك اليوم يتعمد الملك عدم تحقيق أمنية جدها لإيذاء آشا. بعدها تحاول آشا إخبار عائلتها بالحقيقة حول الملك، لكنهم لا يصدقونها. وفي حالة من الاضطراب تهرب آشا وتتمنى أمنيتها إلى النجوم، فتنزل كرة ضوء نجمية تشبه الإنسان من السماء، وتبدأ في مساعدة آشا وتسميها ستار يعني نجمة. ودون علمها يراقب الملك وصول ستار ويفسره على أنه تهديد لسلطته، فيفكر الملك في استخدام كتاب تعويذه المحرمة للبحث عن طريقة لمواجهة قوة ستار، لكنه كان قد وعد أمايا بعدم استخدامه أبدا. وفي نفس الوقت يحيي سحر ستار الغابة، معطيا الأصوات للحيوانات والنباتات، بما في ذلك الماعز الأليف لآشا فالنتينو. يشرحون لآشا أن جميع الكائنات الحية تأتي من الغبار النجمي. وبعدها تنطلق آشا وفالنتينو وستار في مهمة لاستعادة أمنية جدها، فتقتحم مرصد الملك بمساعدة أفضل صديق لها وهي داليا. وأثناء الاقتحام يضع الملك مكافأة عن المعلومات المتعلقة بستار ومن يساعد في القبض عليه. وبعد وضع المكافأة يشعر سكان المدينة لأول مرة بالشك في حكم الملك، لأنهم لا يعرفون ما مصير الأمنيات التي لديه. وفي حالة من الغضب يلجأ الملك إلى السحر الأسود في كتاب تعويذه للحفاظ على سلطته على المدينة. وتعيد آشا أمنية جدها وهو مسرور لاستعادة ذكرياته. ومع ذلك اقتحم الملك منزل العائلة بعد أن أبلغه خائن إن آشا كانت مسؤولة عن وصول ستار. وبعدها سحق الملك أمنية والدتها سكينة كعقاب، مما جعل سكينة غارقة في الحزن. فيحاول ستار الدفاع عنها، لكن الملك يرى ستار ويتعهد بالقبض عليها. فتهرب آشا وعائلتها مع ستار، ويبحر الجد وسكينة إلى جزيرة مجاورة بحثا عن الأمان، بينما تعود آشا إلى المدينة حتى تنقذ الأمنيات الأخرى. وأثناء هذا يخلق الملك عصا سحرية قوية للغاية عن طريق امتصاص طاقة المزيد من الأمنيات. وبعدها يكشف لشعب المدينة أن صديق آشا سايمون هو البطل الذي أبلغ عن آشا، وتكريما له سوف أمنح سايمون أمنية ليصبح فارسا. وأثناء منح الأمنية يغسل دماغه ليصبح مخلصا له. بعدها تقوم آشا وداليا بجمع الأصدقاء الخمسة ويبدأون في التقدم نحو مرصد الملك. وأثناء الاجتماع تنضم لهم أمايا الملكة لتساندهم. وتبدأ الخطة، وهي أن يذهب أصدقاء آشا لتحرير الأمنيات مع ستار، وتذهب آشا لتضليل الملك. ولكن تم خداع آشا، وأن الذي لحقه سايمون وليس الملك، فتتركه ليقاتل حيوانات الغابة وتذهب لمحاولة إنقاذ الأمنيات وستار. والآن وقد أصبح الملك فاسدا تماما، يصعد إلى سطح المرصد ويمتص قوة كل أمنية في المدينة. وتخوض آشا معركة ضد الملك الذي يحبس ستار في عصاه ويحجب النجوم في السماء. تذكر آشا المدينة أن جميع البشر نجوم، وتتوسل من كل شخص في المدينة أن يتمنى أمنية، ويفعلون ذلك. ورغبتهم تسببت في تحرير الأمنيات وأيضا إطلاق سراح ستار، فقوتهم المتحدة تتغلب على سحر الملك، مما يتسبب في حبسه في عصاه. ويصبح شعب المدينة الآن أحرارا في السعي وراء أمانيهم برغبتهم الخاصة. وبعدها تصبح أمايا هي الملكة، ويصبح الملك محبوسا في مرآة، وتأمر في حبسه في زنزانة القلعة. ويهتف الجميع: عاشت الملكة، عاشت الملكة. وبعدها يأتي سايمون ويعتذر لأصدقائه الذين يغفرون له،
ثم يعطي ستار لآشا عصا سحرية وتقسم على مواصلة عمله ومنح الأماني بعدل. المهم، الفيلم ده يحمل رسالة عن قوة الأمل والشجاعة في مواجهة الظلم، حيث يؤكد أن الإصرار على تحقيق الأمنيات والعمل الجماعي يمكن أن يهزم أي شر، مما يتيح لكل فرد أن يحقق أحلامه بطريقته المميزة والخاصة مهما كانت التحديات. وبكده الفيديو انتهى. أتمنى الفيديو يكون عجبكم، وهنتظر رأيكم في التعليقات. أشوفكم في فيديو قادم. سلام.